يعني أن تحمل الأفضلية أمر صعب ولا تعتقد أنه أمر مستحق؟ والله بالعكس، يعني هذا جايب بجهد، جاب تعب، لكن الحمد لله على كل شيء. يمكن هذا اقل شيء يمكن ارد على اللي شككوا على وليد عبد الله، ان وليد عبد الله منخفض مستواه. الحمد لله، يمكن اي لاعب يمر في فتره ينخفض مستواه، لكن الحمد لله قدرت اتجاوز الشيء هذا، قدرت اني اقدم افضل، وان شاء الله هذه الجائزه تعطيني اني اكون احسن من كذا ان شاء الله. كلاعبين بوجود أكثر من جائزة سواء في القناة الرياضية، غدا أعتقد جائزة جريدة الرياضية، أن توجد جوائز للاعبين، ما هو الحافز منها يعني؟ اكيد، يعني تعطيك حافز انك تأدي اكثر، تعطيك حافز انك يعني هذا ينكتب اسمك. انا اليوم يعني أنا سعيد، يمكن مع الحراس الموجودين، محمد الديع، مبروك زايد، يعني خالد راضي، يعني يمكن في ناس ما اذكر اساميهم، الكل يعني يمكن كم منافسين وليد عبد الله، لكن الحمد لله انك يعني يمكن شيء صعب انك تاخذ بين افضل حارس المملكه العربيه السعوديه، يعني هذا شيء صعب، لكن الحمد لله هذا توفيق الله ثم توفيق الكل ثم توفيق دعايه الوالدين. أخيرا أمام الاستقلال وليد، طمن الجمهور السعودي وليس الشبابي، وأيضا وجه له دعوة. يعني ما يحتاج ان ندعي من الجمهور السعودي، جمهور الشبابي، لكن ان شاء الله باذن الله ضد الفريق الفريق الايراني الاستقلال، ان شاء الله النادي الشباب يظهر بمستوى مشرف، ان نوعد الجمهور الشبابي، اداره الشباب ان شاء الله نحط في اذهاننا ان ناخذ بطاقه التاهل. الشيء هذا مو مستغرب، بس لكن من عرفتي انا ادعي جمهور الشباب وجمهور عامه السعوديه، وان شاء الله نادي الشباب راح يتاهل، ان شاء الله الشباب والهلال ان شاء الله.